ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل فيديو جديد، ولا هنعمل بقى اكل ولا نعمل حاجه. انا عاملين الاكل وكل حاجه، بس انا طلعت الاول اشكر كل حبايبي اللي من بره مصر ومن جوه مصر، اللي بيخشوا وبيدعموني وبيحطوا لي اللايكات وبيكتبوا لي كومنتات حلوه. بجد بشكركم، وربنا يا رب يخليكم ويديموا نعمه في حياتي. احنا النهارده يا حبايبي عاملين اهوت، عملنا ايه؟ عاملين فطار، عملنا بطاطس وعملنا بتنجان وعملنا فول وعملنا طعمية وبيض. عملنا الفطار ده يا حبايبي وجهزناه. قولوا لي ايه رأيكم فيه بقى، وهنكمل الفيديو مع بعض. بس انا قلت اوريكم الفطار اللي عملناه. شوفوا دقة البتنجان ديت جميلة جدا. بصوا، قلية بتنجان وفلفل، وعامله فول وبطاطس. يعني فطار زي اي حد ما بيعمل الفطار، بس انا قلت اما اوري حبايبي انا عملت ايه. هنروح يا حبايبي دلوقتي، تعالوا يا حبايبي بقى. بصوا يا حبايبي، قولوا لي ايه رايكم بقى في الفطار. وبجد انا بشكر كل حبايبي اللي بيخشوا لي. هوريكم بقى، احنا النهارده رحنا التسويقه. النهارده بقى يا رب كده يجعلها جمعه سعيده على الناس كلها. النهارده الجمعه، قلت بقى اصور لكم الفطار. احنا عملنا فطار، هنفطر وهنشوف هنعمل ايه تاني بقيه الفيديو. وعملنا دلوقتي ورحت السوق السواق، هوريكم التسويقه جبت ايه واوريكم الطلبات. خليكم معايا يا حبايبي. بصوا يا حبايب قلبي بقى، هنشوف جبنا ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت خيار اهو. بصوا يا حبايبي الخيار، استنوا تعالوا نوريكم بس على الطريق معانا فرح. استنوا. بصوا يا حبايبي، جايبه الخيار دون. بصوا عامل ازاي، لسه بنورته، لسه اول حاجه جايه من هنا. جبت الخيار ده، طماطم اهي، شطيطه، دي بطاطس، هي هقول لكم الاسعار بس هوريكم التسويق الاول. جبت يا حبايبي سبانخ، جبت البتنجان. بسم الله ما شاء الله، الزرع ده كله لسه نازل جديد، بجد كله لسه صابح وكله لسه اكنه طرح جديد لسه. كله الله اكبر بيلمع وعامل ازاي. البتنجان ده جايبه لي القليه اهو، والشطيطه بردك عامله ازاي. هوريكم يا حبايبي حاجه طلبات الخضار الاول، وبعد كده هوريكم بقى الفاكهه اللي جبناها. دي طماطم بردك اهي، ده جزر اهو، ده تفاح اهو. بصوا التفاح ده، وجبنا مخت الزيت دي، وده برتقال، دي طماطم بردك يا حبايبي اهي. والسفندي، بصوا السفندي ده جميل برضو، الله اكبر بجد. الخضار كان في السوق كله بجد كان جميل جدا، والفاكهه كانت كلها اكنها حاجات لسه طرح جديد. وجبت الموز زي يا حبايبي اهو،
باكل الشاي دوت، وجبت بسم الله ما شاء الله الكرنبايه دي اهي. بصوا تتوقعوا الكرنبايه دي بقد ايه يا حبايبي؟ بصوا الكرنبايه قد ايه؟ توقعوا بقى معايا الكرنبايه دي بقد ايه. جبت شويه الطلبات الصغيرين اللي انتم شايفينهم دول، جبت بطاطس وجبت بتنجان وجبت خيار وجبت طماطم وجبت فلفل وتفاح وسفندي وبرتقان وجزر وموز وكرنب وزيت وشاي. هقول لكم بقى الاسعار. البتنجان دوت الكيلو وربع ب10. بصوا يا حبايبي بقى، البتنجان ده الكيلو وربع ب10. البطاطس ديت ب10. الطماطم دي عشان طريه شويه كيلو ونص ب10، وديت ب10 والكيلو وربع. الفلفل دوت ب10. الجزر ب5. التفاح ب35. السفندي دوت الكيلو وربع ب10 ب8. جايبه الكيلو وربع ب10. البرتقان ده يا حبايبي الكيلو ونص ب10. الموز ب15. بصوا يا حبايبي ازازة الزيت ديت ب75 جنيه. باكو الشاي ب50. حتة الكرنبة دي بقى بسم الله ما شاء الله، ان الكرنب بجد هو اللي ما كانش لاقي حد يشيله في السوق كله. الكرنبة دي ب5 جنيه. بصوا الكرنبة قد ايه كبيرة قوي بجد، الله اكبر عليها. شوفوا كميتها قد ايه، وب5 جنيه. وعلى ما جبتها ولفيت شوية كانوا بيبيعوا ال3 ب10. الحاجة هودت خالص، في حاجات مهودة وحاجات غالية. وجبنا يا حبايبي الخس دوت، ده من عند حماية. طبعا احنا عملنا للفطار غسلنا، والخس ده لسه جاي من الارض. بصوا عامل ازاي. جبت يا حبايبي الطلبات ديت، قولوا لي ايه رايكم فيها، والاسعار ايه رايكم فيها. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. نسيت اوريكم الحبوب اللي انا جبتها والكمون والحاجه دي واحده. جبنا يا حبايبي بردك، جبت الدقيق دوت وانا جايه. بصوا جبت دقيق اهو عشان نبقى نعمل معجنات مع بعض. الكيلو الدقيق بعد ما كان ب20 وب18 بقى ب24 جنيه وب23. احنا جايبينه ده ب23. جبت الكمون والمشكل الكمون دوت فيه كل حاجة. وجبت كيلو سكر. الكيلو السكر دوت ب35 جنيه اهو. السكر ده جبته الكيلو ده ب35 جنيه. انا كنت ناسيه الحاجات الحبوب دي. جبت عدس بجبه وجبت فول وجبت فاصوليا او لا لوبيا، دي اللي فيها حته سمرا لوبيا. وجبت بقى كيسين مكرونه من دي. جبت طبعا يعني حاجات كده نواشف وحاجات مع الطبخات، لان احنا استعمالنا كله في الاكتر في المكرونات والحاجات دي. جبت مكرونه من النوع دوت وجبت مكرونه قلم. بس بقى الحقيقه منى دخلت الحاجه ورصتها، ما رضيتش اخش اجيبها تاني. جبت مكرونه قلم وجبت مكرونه من دي من المعوجه دي، وجبت من الرفيعه. يعني جايبه من النوع دوت وجايبه من النوع دوت اهو. قولوا لي ايه رايكم يا حبايبي. جبنا دقيق وجبنا زيت وجبنا سكر. انا كنت جايبه 2 سكر بس الحقيقه فتحت كيس فضل واحد. قولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي في الطلبات والحاجه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.